هذه التحلية رقم 1 في التحليات. التحلية هذه ضربة في البنة، إذا درتيها لعائلتك ضيافك رايحين ينبهروا من البنة تاعها ويشوفوا لي هذاك الجمال الرائع في هذا التحلية. تحلية راقية جدا، والأهم أنه جبتها لكم بمقادير جد بسيطة وتحضريها في وقفة، يعني بسطتها لكم بواحدة الطريقة من أروع ما يكون. حتى وكنتي مبتدئة راح تغمضي عينيك وتحضري هذا التحلية الرائعة، وكد ما تاكلوا منها ما كمش رايحين تشبعوها. تلموا البنه واش نحكي لكم. سلام الله عليكم غالياتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله تتبعوا لا فيديو من الاول للاخير. هذه التحليه قوه في البنه، نتمنى ان شاء الله كامل تخليوا لي جيم للفيديو، تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. اروح نقولوا بسم الله وعلى بركه الله. اول حاجه حبيباتي راح نبداو بالطبقه الاولى. عندي هنايا نصف لتر من الحليب، درت هذا تاع الساشيات حطيته في كسرونه، نضيف له 2 ملاعق كبيره تاع سكر. الحلاوه تاعها راح تكون معتدله، واللي تحب الحلاوه يعني قاطعه دير 3 ملاعق، انا درت زوج لاني من بعد راح نضيف لها مكون رائع. عندي 3 ملاعق كبيره تاع نشاء ولا لا مايزينا. نجيب هنايا الفوين نخلط كلش بارد في بارد، ندير الكسرونه على نار متوسطه مع التحريك المستمر حتى نتحصل على كريمه. شوفونا هنا ديك القوام يعني تاع الكريمه كيفاش يخرج رائع جدا. نضيفوا هنايا ملعقه صغيره تاع فانيلا ولا لافاني مع ملعقه صغيره تاع مارغرين، نخلطهم مليح مليح بالفوي، يعني في السخانه هذيك تاع الكريمه تاعنا رايحين نذوبوا هذيك الملعقه تاع مارغرين. نخلط كلش كيما راكم تشوفوا، ونجيبوا هكا صحن ولا ريسيبيون لا ونوضعوا فيه الكريمه هذه كيما راكم تشوفوا حبيباتي، ونغطيوها بكيس بلاستيكي يكون اون كونتاكت مع الوجه تاع الكريمه باش ما تشكلناش هذيك لاكوش، ونديها للثلاجه ولا للمجمد نخليوها تبرد جيدا، يعني الكريمه تاعنا راح تبرد ويثقل القوام تاعها. من جهه واحده اخرى عندي نص كاس تاع بودره لاشونتيي مع نص كاس تاع الحليب، يعني اللي تكون لاشونتيي تاعها تكون يعني نوعيه مليحه ديري نص كاس بنص كاس، اللي تكون النوعيه تاع لاشونتيي تاعها عيانه شويه راح تنقصي شويه من هذاك الكميه تاع الحليب. طلعتها ولا ضربتها كيما راكم تشوفوا. خرجت الكريمه تاعي من الثلاجه بعد ما كانت بردت وتمسكت كيما راكم تشوفوا. انا للامانه كنت حطيتها في المجمد يعني باش نكمل الوصفه تاعي بالخف. نجي هنا نخلط بين الكريمه الاولى وبين كريمه الشونتي اللي كنا طلعناها مع بعض. بالنسبه لهذا الطبقه هذه ولا الكريمه هذه راح نتحصلوا عليها واحد الكريمه بنتها من اروع ما يكون. تجي بزاف خفيفه ما تجيش متكتله، بالنسبه للقوام تاعها يجي كيما الياغورت، يعني تجي بزاف هايله بنينه. واش نحكي لكم، قوامها بزاف هايل، خفيفه على الفم، حلاوه تاعها معتدله جدا، والمذاق تاعها من اروع ما يكون. جبت هنايا ليفيرين تاعي، حبيت يعني نقدمها لكم في ليفيرين، وكذلك تقدروا تقدموها بشكل عائلي، حبيت نعطيكم يعني افكار. صبيت هذيك الطبقه الاولى وديتها للثلاجه. نروحوا هنا نحضروا الطبقه الثانيه. عندي كميه من الرمان، يعني كنت فصصت الرمان تاعي وخليته جانبا. نروحوا نحضروا هذه الكريمه. عندي كاس تاع الماء، سعه الكاس المستعمل 220 مليلتر. عندي هنايا نص كاس تاع سيرو غرنادين. السيرو هذا تاع الرمان راهو يتباع في يعني في المحلات، في لي سوبيرات، يتباع في محلات بيع لوازم الحلويات. السعر تاعو في متناول الجميع، راهو رخيص يعني ما على باليش بين 14 15، يعني ماهوش غالي وبزاف هايل. ديروه لوليداتكم، اشريوه ما تندموش. عندي هنا خلطت هذاك الكاس تاع مع نص كاس غرنادين، سيرو غرنادين، 2 ملاعق كبيره تاع نشاء ولا لا مايزينا. خلطت كلش بارد في بارد، وندير الكسرونه على نار متوسطه مع التحريك المستمر حتى نتحصل على كريمه. دوك تشوفوا لي هذاك القوام الرائع تاعها كيفاش يخرج معنا. حبيباتي فضلا وليس امرا، اللي لحقتوا معايا لهذه المرحله نقول لكم فضلا منكم وليس امرا، خليوا لي لايك للفيديو باش هذا الفيديو ينتشر لاوسع نطاق. يعني اذا عجبتكم هذه التحليه عبروا لي على اعجابكم بالوصفه تاعي بالضغط على هذاك الزر تاع الاعجاب، واشتركوا لي في القناه فضلا وليس امرا. راح نخلي لكم وصفات من اروع ما يكون، يعني اذا اشتركتوا في القناه ماكمش رايحين تندموا باذن الله، كامل راكم رايحين تستفادوا. صبيت هذيك الكريمه تاعي كما كنتوا تشوفوا في هذا المول، وهنا وضعت فيه كميه كما راكم تشوفوا من الرمان. انا درت حوالي 3 حبات متوسطين، تقدروا ديروا غير زوج هكا يكونوا شويه كبار، ديروا زوج فقط. نخلط كما راكم تشوفوا، ونجيب هنايا ليفيرين تاعي بعد ما كنت خرجتها من الثلاجه، يعني الطبقه الاولى كانت بردت وتمسكت.
نجيو نصبو هذيك الطبقة الثانية بهذه الطريقة. شوفوا لي هذاك الجمال تاع التحلية تاعنا، شوفوا لي هذاك اللون تاع السيرو. يعني بالنسبة للطبقة هذه ما ديروش فيها السكر، لأنه هذاك السيرو وحده راهو حلو. هكا باش التحلية تاعنا قد ما تاكلوا منها ماهيش رايحة تقهمكم، وصدقوني البنة تاعها خيالية. نتمنى ان شاء الله كامل تجربوها وتسيوها. راهو موسم يعني الرومان، اغتنموا الفرصة وفرحوا وليداتكم وعائلتكم بهذه التحلية الراقية. حطيت كيما راكم تشوفوا طبقة مليحة من هذيك يعني الطبقة الثانية تاع الكريمة هذيك مع الرمان، تخرج من أروع ما يكون. نديهم للثلاجة كذلك تبرد لنا مليح هذه التحلية. وزينتها هنايا بشرائح تاع النعناع ولا وريقات تاع النعناع كيما راكم تشوفوا. التحلية تاعنا راقية جدا وبزاف بنينة. إذا درتوها يعني كيما راكم تشوفوا تخرج لكم كمية الله يبارك. بالنسبة للكمية تخرج لكم حوالي 7 تاع ليفيرين، يعني إذا درتوا ليفيرين راح تخرج لكم حتى 7. وانا قدمتها لكم في هذاك المول يعني الكبير حجم عائلي، وكذلك قدمتها لكم في ليفيرين يعني باش تديو افكار حتى في التقديم. نتمنى ان شاء الله حبوباتي غالياتي تكونوا يعني عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم. خليوا لي ارائكم في يعني في التعليقات، واي وصفه حبيتوا نبارطاجيها معكم على طريقتي طبعا نقول لكم برك اكتبوا لي اسفل الفيديو، وبربي ان شاء الله راني كامل رايحه نلبي لكم طلباتكم. كل مره نلبي طلب متتبعه، وان شاء الله كامل راكم رايحين تستفادوا. وبارطاجيو هذا الفيديو مع الاهل والاحباب في مواقع التواصل تاعكم، الفيسبوك، الماسنجر، الانستغرام، تيك توك، يعني هكا باش تعاونوا القناه وتعاونوا هذا الفيديو باش يطلعوا يستفادوا منه اكبر عدد من المتتبعات. شوفوا هنا حبيبتي راح نقسم لكم يعني باش تشوفوا القوام تاع التحليه تاعنا تجي كريميه، تجي بزاف بنينه، ما تجيش يعني متكتله. الطبقه هذيك التحتانيه صدقوني وكانها ياغورت، تجي بزاف بنينه. طبقه ثانيه كذلك الفوقانيه هذيك تجي بزاف هايله وكريميه وبزاف بزاف بنينه. نقول لكم برك جربوها، ونتمنى ان شاء الله كامل تبارطاجيو لي هذا الفيديو باش تعم الفائده. نبقى لي غير نقول لكم تهلاو لي في رواحكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرى بحول الله. دمتم اوفياء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.